طب ايه هي الفكرة اللي اعتمدنا عليها في بحثنا؟ والبحث ده نصه تم في المكتبة المعلقة الكونية في مثلث برمودا. ربنا لما بينفخ روحه في الجنين، احنا مش هنقول ان احنا عرفنا بالظبط ايه اللي حصل، لكن احنا استنتجنا بعض الاستنتاجات والاجتهادات. نفخة الروح ربما تكون مماثلة لوضع كود معين في ذاكرات خلايا الجنين، كود معين في ذاكرات خلايا الجنين، لأن جميع خلايا الجنين كل خلية فيها ذاكرة، حفظ معلومة يعني. ففي كود معين بيظهر تحت أجهزة الفحص. الكود ده هو اللي بيجعل تطور بناء الجنين أو تطور نمو الجنين. تلاقي مثلا في خلايا معينة، عشان الكود المحطوط فيها كود يعني رقم سري كده، بتكون صباع. مجموعة خلايا تاني بتكون ودن، مجموعة خلايا تالتة بتكون أنف، مجموعة خلايا رابعة بتكون ساق، وهكذا. ذاكرات الخلايا فيها أكواد، كل كود بيعني شيء محدد، شكله ثابت، أبعاده في النهاية تبقى ليها أبعاد معينة، وكون لي إيه جسم الجنين وهكذا. فهي دي الفكرة اللي اعتمدنا عليها في البحث بتاعنا، إن إحنا بنعمل كود معين وبرضه بنغذيه في الوقت اللي الذاكرات بتختزن بمعلومات، وإذا الكود ده بيبقى جوه الذاكرات بتاعت الخلايا. لما الجنين ينمو ويتولد ويخرج للنور، ولما المخ يكتمل وتظهر على الجنين علامات الوعي بما يحدث حوله، هيبتدي الوعي اللي اتكون يتوجه إلى المخزون الكودي في الخلايا من صفات وسمات، ويتشبث بها وينمو وتنمو معه. هنوضح أكتر في الفيديو اللي جاي. سلام.